السلام عليكم أعزائي الفلاوان، مرحبا بكم في قناتكم تفات كويزين. معكم إيلين. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يلقاكم كامل بخير وبصحة جيدة يا رب. اليوم حبيباتي حبيت نبارطاجي معاكم هذه الوصفة الرائعة تاع الصابلي اللي بعجينه وحده خرجت منها زوج نواع بزاف بريزونطابل وبزاف بنان. درت بهم هذا القلوب تاع الشوكولا محشيه بكريمه الفلون اللي جات بزاف بنينه، ودرت بها هذا الصابلي السامبل بذوق الكاوكاو والكونفيتور، ديكوريتو بشوكولا بيضاء. نبداو بالمقادير. عندي 250 غرام مارغرين، وعندي 4 كاس تاع زيت، كاس ناقص 7 تاع سكر غلاس، نص كاس تاع مايزينا، زوج حبات بيض كاملين مع زوج صفار، زوج مغارف صغار تاع الخميره، كميه تاع لافاني، زوج مغارف تاع الكاكاو، وكميه تاع كاوكاو كنت حمصته ورحيته. كيما قلت لكم نخرجوا منها نوعين من الجاتو بذوقين مختلفين. دوك تشوفوا الطريقه كيفاش. وعندي الفارينه. دوكا مباشره نبداو في طريقه التحضير. نبداو بسم الله. هنا درت لا مارغارين تاعي في لو ريسيبيون. كيما راكم تشوفوا لا مارغارين لازم تكون دائما طريه بدرجه حراره المطبخ. وطريقه تحضير الصابلي يعني الخطوات راكم كامل تعرفوها، وبارطاجيت معكم بزاف وصفات تاع الصابلي وكامل ناجحين الحمد لله. كنتوا كاينين اللي جربوا الوصفات وبعثوا لي وقالوا لي يعطيك الصحة إيلين، وصفة ناجحة. نقول لكم بصحتكم حبيباتي. وهنا دوكا نخلط مليح مليح المارغرين مع سكر غلاس مع لافاني، كما راكم تشوفوا باليد حتى نتحصلوا على هذا القوام الكريمي. ومن بعد نزيد الزيت اللي قلنا 4 كاس تاع الزيت، ونكملوا الخلط حتى ندخلها ملح مع المارغرين والسكر. ومن بعد نبدا نزيد في البيض تاعي، والنصيحه نعطيها لكم ما تفرغوش البيض على ضربه، يعني زيدوا غير بالحبه هكذا باش يتخلط لكم مليح مليح مع المكونات الاولين اللي درناهم مع الاول. نكملوا الخلط، وتقدروا هنايا تستعملوا الباتور باش تسرعوا التحضير. هذا هو القوام اللي تحصلت عليه. هنا نزيدوا المايزينا اللي قلنا نص كاس تاع المايزينا، ومن الأحسن تغربلوا كامل المكونات هذو الجافة. ندخلوا لا مايزينا هذيك مع الخليط. جربوا الوصفة هذه بزاف سهلة وتخرج لكم يعني كمية لا بأس بها. هنا كما راكم تشوفوا قسمت الخليط تاعي الى قسمين، وهنا دوك نبدا نعطي لهم الذوق يعني اللي يقول راني حابينهم. كما راكم تشوفوا القسم الاول دوك نزيد له الكميه هذيك تاع الكاوكاو اللي كنت حمصته ورحيته، واحد زوج حتى 3 مغارف تاع الكاوكاو. نخلط هذا الخليط حتى يدخل الكاوكاو هذاك مع المكونات الاخرين. هنا تقدروا في بلاصه الكاوكاو تقدروا ديروا لانواع كوكو تجي بزاف بنينه. ونبدا نزيد هنايا كميه تاع الفارينه، ونزيد قيس مغرف تاع قهوه تاع لا ليفور. نغربلوها ثاني، ونبدا نجمع في العجينه تاعي كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. ما تعجنوش لاباط صابلي، جامي تعجنوها، يعني سيي تلموها غير بأطراف الأصابع، وخلوا العجينة تاعكم طرية كما راكم تشوفوا باش الصابلي يجي مليح. هنا نغطي لاباط تاعي بالسيلوفان، ونجوزو للنوع الثاني تاع الجاتو اللي قلنا قلوب الشوكولا. هنا درت قيس زوج مغارف تاع تاع الكاكاو. من الأحسن يكون الكاكاو البني ماشي هذاك الأسود المر، باش يمد ذوق رائع للجاتو تاعكم. نخلط مليح حتى نتحصلوا على هذا القوام، ونبدا نزيد في الفارينه، ونزيدو ثاني قيس مغرف تاع قهوه تاع الخميره.
ونبداو نجمعو في العجينه تاعنا بهذه الطريقه. ديروا بالكم تخدعكم العجينه وديروا بزاف الفارينه. كيما على بالكم الكاكاو كي نديروه في العجينه ينشف العجينه ثمثم، يعني تقدر تخسر لكم. يعني ديروا غير بشويه الفارينه حتى تتحصلوا على العجينه تكون طريه بهذا القوام. لازم تكون طريه. هنا نفتح العجينة تاعي، نبدأ بقلوب الشوكولا. فتحتها بالطريقة اللي كامل تعرفوها وطبعت بهذا المول هذا تاع القلب كيما راكم تشوفوا. فرشت بابي كويسون في سنيوة ندخلها الفوق باش تطيب. هنايا نجوزو للنوع الثاني، صابلي سامبل بذوق الكاوكاو. درت هذا المول ما على باليش علاه، كل ما نجي ندير الصابلي نجبد هذا المول بزاف يعجبني بزاف الشكل تاعو. نبدا نطبع بهذه الطريقه. الخطوات تاع الصابلي كامل تعرفوها، بصح كاين مبتدئات اللي راهم يتعلموا وحبيت نبارطاجي معاهم هذه الخطوات. بعد ما كملت طبعت كامل الصابلي تاعي كيما راكم تشوفوا. هذا هو الشكل تاعو. كنت شعلت الفوق كيما قلت لكم، ندخلوا للفوق باش يطيب ونجوزوا لطريقه التزيين. هنا بعد ما طاب لي الصابلي تاعي كيما راكم تشوفوا، حمرته شويه برك من التحت وما خليتوش حتى يتحمر لي مليح مليح. شوفوا كيفاش خرج الصابلي، ما تبدل الشكل تاعو، ما يعني قعد هو. الوصفه هذه ناجحه 100%. وهذه الطريقه ثاني كامل تعرفوها. درت لا كونفيتور. نصيحة برك ديروا بزاف، يعني كمية مليحة تاع لا كونفيتور هكذا باش تزيد الكاطو تاعكم يزيد يتشمخ ويزيد يدي البنة تاع والطراوة تاع لا كونفيتور. فوالا. هنايا تعاود لي المقطع عفوا. نمسح الحواف ولا الجوانب بهذه الطريقة بالبنسو ونجوزو في الكاوكاو اللي كنت حمصته ورحيته. ما تنساوش هذيك الفتحه هكا اللي تجي في الوسط، زيدوا ديروا لها كميه تاع لا كونفيتور باش يجي الشكل تاعها شباب. وهنا درت هكذا ان زيغزاغ ولا خطوط بشوكولا بيضاء. هذه الحبه مسكينه فأر التجارب فوالا جربت فيها حبه، بعد كملت بهذا الشكل. نخلوها تنشف ونجوزو للنوع الثاني اللي قلنا قلوب الشوكولا. هذا لو مول اللي يجي هكا معوج لازم ديروا في بالكم كي تجو تخدموا به. لازم كي تلصقوا الحبات لصقوهم بالطريقه اللي راني رايحه دوك نوريها لكم. وهذه الكريمه نخلي لكم الوصفه تاعها في صندوق الوصف، كنا خدمناها ديجا من قبل، شاركتها معاكم. بزاف بنينه تعطي ذوق رائع للكاطو. شوفوا كيفاش لصقتهم، يعني راكم تشوفوا كيفاش. لو كان نديرهم على حسب الشكل تاعهم تجيني الحبه تاع الكاطو معوجه. فوالا نلصق وهذاك الزائد نمسحه كيما راكم تشوفوا. وحبيت نقول لكم برك كي تخدموا كميه، يعني بواحد هكا واحد 5 حبات حتى ل6 حبات هكا تاع الكاطو لصقوهم ديروهم في الكونجيلاتور باش الكريمه تاعكم ما تذوب لكمش، وثاني باش الكلاصاج كي نديروه رايح ينشف لكم ثمثم. نكمل نلصق كامل الحبات تاعي تاع الصابلي. هذا الكريمه بزاف بنينه جربوها. وهنا كنت ذوبت شوكولا نوار، زدت لها يعني 250 غرام تاع شوكولا نوار، زدت لها 2 مغارف تاع زيت سونغو وذوبتهم في حمام مائي. دوكا نجي باش نكلاسي الكاطو تاعي بهذه الطريقه. كيما قلت لكم لازم تحطوا الكاطو تاعكم في الكونجيلاتور هكذا باش الكريمه هذيك ما تذوب لكمش. هنا طريقة التزيين، اخترت هذا الأزهار، هذا لي فلور هذو تاع لا باتا سكر. قبل ما تنشف الشوكولا تاعكم حطوا الديكور تاعكم من الفوق هكذا باش يشد لكم.
هنا بعد ما كملت الكاطو تاعي كيما راكم تشوفوا درتو في الكيسات. وصلنا لنهاية الفيديو. نتمنى الوصفة تاع اليوم عجبتكم ونالت رضاكم. ما تبخلونيش بجام وكومنتير شباب كيما نتوما. بارطاجيو الفيديو مع ناسكم وحبابكم هكذا باش يدي حقو تاع المشاهدة. اللي مازال ما اشتركتش في القناة دير ابوني. الى فيديو جديد ان شاء الله. سلام. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم تفت كويزين. معكم إيلين. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. كما نتمنى منكم تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد ان شاء الله. ما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع ناسكم وحبابكم هكذا باش الوصفة تاع اليوم توصل اكبر عدد من الناس. وصفتنا اليوم هي الهليلات بالكاوكاو بدون حشو. الذوق تاعها ولا اروع، بريزونطابل بزاف شباب. بلا ما نطول عليكم نبداو مباشره في المقادير وطريقه التحضير. في لو ريسيبيون تاعي درت 250 غرام تاع مارغارين. من الاحسن تكون طريه هكذا باش ما تعبكمش في الخدمه. هذه الكميه تاع 250 غرام تاع المارغرين خرجت لي 40 حبه تاع تشارك. نتوما الا حبيتوا كميه كبيره ما عليكم غير تضعفوا المقادير. دوكا نزيدوا كاس تاع سكر غلاس ولا كاس من السكر الناعم. من الأحسن تجوزوا هكذا في الصفاية. كما ديما نقولكم هذه المكونات الجافة لازم دايما نغربلوها. نزيدو لافاني ولا الفانيليا مع قرصة تاع الملح. هذه القرصة تاع الملح اللي دايما ننساوها في الحلويات وهي جد مهمة في تعديل الذوق. تمد ذوق رائع للقاطو تاعنا، ما يجيش صامت، تحسوا فيه هذيك البنة هايلة. دوكا نبدا نخلط المكونات هذوك، نخلطهم مليح مليح حتى نتحصلوا على هذا القوام الكريمي. ونزيدو 4 مغارف تاع الزيت، فوالا. ونزيدو معاهم زوج حبات بيض كاملين مع واحد صفار. وهذاك البياض اللي نحيناه ومن بعد ان شاء الله نكملو نخدمو به. دوكا نخلطوا هذه المكونات مليح حتى يختفي هذاك البيض تماما. لازم هذا هو القوام، لازم هكذا يولي ما يبانش كامل هذاك البيض. نزيدو نص كاس تاع لا مايزينا ولا نصف كاس من النشاء ونخلطو، فوالا. ونزيدو كاس معمر بكاوكاو يكون محمص ومرحي رقيق. لازم الكاوكاو يكون مرحي فريمون رقيق هكذا باش كي نكونوا نشكلو في التشارك تاعنا ما يفتتلناش العجينه، فوالا. دوكا نبدا نزيد في الفرينه غير بشويه بالكو تخدعكم العجينه هذه اللي فيها الكاوكاو تيبس بالخف. نزيد معاها ساشي تاع لا ليفور شيميك ولا كيس من الخميره. ونبدا نلم العجينه تاعي نجمعها غير بصبعتين. هذه هي القاعده الاساسيه في الحلويات. كي تلموا العجينه تاعكم لازم ما تعجنوهاش، لموها غير بصبعتين هكذا باش العجينه تاعكم تبقى لكم طريه وتسهل كيفاش تشكلوا الكاطو ديالكم. وثاني كي يطيب ما يجيش يابس، يجي هشيش، فوالا. هنا راني لميت العجينه تاعي وهذا هو القوام اللي لازم نتحصلوا عليه. عجينه تكون طريه وما تلصقش في اليدين. نغطيها بسيلوفان ولا بصاشي يكون نقي ونبدا نشكل في الهليلات تاعي بهذه الطريقه. الحاجه الاولى نشكلوا هكذا كويرات الوزن تاعهم بين 30 حتى ل 35 غرام على حسب نتوما الحبه تاعكم كيفاش حبيتوها، الا صغيره ولا كبيره. انا ديما ندير 32 غرام هكذا، ما تجي صغيره وما تجي كبيره، تجي يعني متوسطه. ونبدا نشكل بهذه الطريقه، ندير حربوش هكا صغير ونبدا نحل غير من الاطراف. هذا في الوسط نخلوه هكذاك خشين ونشكلها بهذه الطريقه ولا اسهل. ما كاش يعني طريقة سهلة وأي وحدة مبتدئة كي تتبع هذه الخطوات راني متأكدة 200% رايحة تنجحي في هذه الوصفة. وإن شاء الله تولي وصفة معتمدة في الحلويات تاعك.
فوالا نكمل نشكل، نخدم معاكم هكذا 5 حبات باش ما يجيناش الفيديو الطويل. و بهذه الطريقة كلش راه باين في الفيديو. كيما راكم تشوفوا الحبة ماشي كبيرة بزاف وماشي صغيرة، متوسطة شابة، خير من الحبة كي تكون بزاف كبيرة. هذا هو البياض اللي نحيناه مع الاول. خبطته هكذا شوية بالفرشيطة كيما راكم تشوفوا. وهنا عندي كاوكاو محمص شوية برك، ومرحي خشين، ماشي كيما هذاك اللي درناه في العجينة رقيق. هذا خليته شوية خشين. نمسح هكذا الحبة تاعي تاع التشارك في بياض البيض، ونرمدها في الكاوكاو. لازم نغطوها مليح مليح بالكاوكاو ونحطها في سنيوة. الفوغ انا وميم طون راني نخدم، شعلت الفوغ تاعي على درجة 180 درجة وخليته يسخن شوية. ما بيت تعمر لي سنيوة ندخله في الفوق ونخليه يطيب من التحت. وإلا حبيتو تحمروه شوية من الفوق، انا ما حمرتوش باسكو الكاوكاو تاعي كيما قلت لكم كنت حمصته من قبل هكذا، ونخليه يطيب. هذه هي النتيجة اللي تحصلت عليها حبيباتي في الشارك تاعي. جت يعني نتيجة مرضية 100%. الشكل تاعو بزاف بزاف شباب والذوق تاعو ولا اروع. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتدعوا لي، وإلا جربتوها ما تنساوش تخلوا لي رايكم في التعليقات. ما تبخلونيش بجام، ديروا لي جام البنات، واللي مازال ما اشتركتش في القناه دير اشتراك وتفعل الجرس. الى فيديو جديد ان شاء الله، نقول لكم سلام. السلام عليكم أزو الفلاوين، مرحبا بكم في قناتكم تفت كويزين، معكم إيلي. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يلقاكم كامل بخير وبصحة جيدة يا رب. راني عاودت وليت لكم بعد غياب اكثر من شهرين، الله غالب كانت عندي ظروف، وبصح راني وليت لكم بقوة ان شاء الله. حبيت نشكر كامل اللي سقساو عليا، اللي جاوني البريفي وحوسوا اخباري، يعني سقساو على الغياب تاعي. نقول لكم نحبكم بزاف ونموت عليكم. دوكا نولوا للوصفه تاع اليوم. عندنا سيقا محشي بالكاوكاو وحلوة الطرق ونسلي كراميل، ويجي هكذا بالديكور تاع الشوكولا. بلا ما نطول عليكم نبداو في المقادير. المقادير اللي نحتاجوهم هما 250 غرام تاع مارغرين، انا نستعمل هذه في لوغيال تاع الكاغوت، وعندي كاس ناقص 7 سكر غلاس، عندي زوج حبات تاع البيض، وعندي لافاني، وعندي الفارينه، وبيان سور عندنا هذا لي مول تاع السيقا اللي نخدمو بهم الكاطو ديالنا. دوكا ندوزو مباشرة لطريقة التحضير. ندير لا مارغرين تاعي في لو ريسيبيون، وهذه الوصفة بالذات لازم المارغرين تاعكم تكون باردة شوية، يعني حكمة روحها. نفرغ عليها كاس تاع سكر غلاس، نغربلو كيما راكم تشوفوا. فوالا. وعلاه لازم لا مارغرين تكون باردة باش السيجار تاعنا كي نديروه يطيب ما يطيحلناش في الفوغ. دوكا نزيد لافاني مغرف تاع قهوة معمرة مليح تاع لافاني، ونبداو نخدمو مليح مليح هذوك المكونات حتى يندمجوا مع بعضهم كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. حبيت نقول لكم اسمحوا لي على لافوا تاعي، راني مقريبيه بعيد الشر عليكم، عندي بزاف راحت لي لافوا ما حبيتش تولي، وانا ما قدرتش نزيد نصبر عليكم، قلت لازم نطول نطلع عليهم هكا طلة خفيفة بعد هذا الغياب باش تتفكروني. دوكا راني زدت درت البيض، درت الحبة الأولى تاع البيض ندخلها مليح مليح. هنا في هذه المرحلة من الأحسن تستعملوا الباتور باش تدخلوا مليح مليح هذاك البيض، والعجينة تاعكم تجيكم شابة وما تجيكمش فيها هذوك لي غرومون هذوك تبان. العجينة تاعكم تجي شابة فوالا بالباتور تجي روعة. هنا بعد ما كملت دخلت هذوك زوج حبات تاع البيض، هنا نبداو نفرغوا في الفرينه ديالنا في الفرينه. دوكا في الفرينه كيما دائما نقول لكم لازم تغربلوها. انا كنت مزروبه وما غربلتهاش، لازم تغربلوها باش الكاطو تاعكم العجينه تاعكم تجيكم شابه. هنا بعد ما لميت لاباط تاعي، شوفوا كيفاش لازم تجي، لازم تجيكم هكذا طريه.
وما ديروهاش يابسة بزاف، ومن بعد كي ديروها طيب تتكسر لكم، وما ديروهاش طرية بزاف ثاني تهبط لكم في الفوق كي طيب. هنا جبت بابي كويسون فرشته فوق البلون دو طرافاي، وحطيت العجينة تاعي وغطيتها. هذه الطريقة تعرفوني بها، هذه هي طريقتي في الخدمة. عفوا. دوكا نفتح العجينة تاعي بهذا السمك، يعني ماشي رقيقة بزاف وماشي خشينة، ونجيب المول هذاك تاعنا اللي نخدمو به تاع السيجار، ونقيسو نقيسو الوسمو تاعو باش نقطعو هكذا شرائح بالطول. نصيحة نعطيها لكم كي تفتحوا العجينة سيو فتحوها بالطول باش كي نقطعو هكذا شرائط ما يروحوا لكمش بزاف لي شوت. فوالا، نحطو السيجار فوق لاباط تاعنا وندورو عليه بهذه الطريقة اللي راكم تشوفوا فيها، ونقطعو جوست مع هذيك العجينة. نغلقو مليح مليح هذيك لاباط، ونخدموها بالطريقة اللي راكم تشوفوا فيها في الفيديو. هذه الطريقة جد مهمة باش السيجار تاعكم ما يتفتح لكمش في الفوق. اخدموه يعني عدلوه مليح مليح، وكملوا باقي بنفس الطريقة. نكملوا كامل الحبات اللي عندنا. هذا 250 غرام تاع لا مارغرين خرجت لي 40 حبة تاع السيجار، يعني تقطع الله يبارك. وهذه الوصفة كما قلت لكم وصفة ناجحة مليون في المية، وبزاف بزاف بنينة. إلا شتو السيجار تاعكم يعني ماشي شباب هكا ملي كوتي، تقدروا تعدلوه بالموس، نحيلو هذوك الزوائد، وما توصلوش العجينة حتى الحواف تاع لو مول، باسكو من بعد ما تقدروش ديموليوها. فوالا، كملوا بنفس الطريقة حتى تكملوا كامل لا كونتيتي تاعكم. فوالا، هنا بعد ما كملت كامل لي سيجار تاعي كيما راكم تشوفوا. النصيحة اللي نعطيها لكم كي تحطوا السيجار تاعكم حوسوا على هذيك لاطخاس تاع كيما غلقتوا العجينة، حطوها من تحت باش ما يتفتحوا لكمش وما يتخسروا لكمش في الفوق كي يكونوا يطيبوا. هنا بعد ما طابوا لي سيجار، شوفوا كيفاش طيبتهم. لازم تعطي لهم غير شوية هكذا، تحمروهم شوية برك من الفوق، باسكو لو كان تحمروهم شوية بزيادة رايحين يتكسروا لكم كي تديموليوهم. طريقة وتجبدوه ويتنحى بكل سهولة. وبزاف يشتكوا كي يتكسروا لهم لي سيجار. تبعوا الطريقة. هنا نولوا الحشو تاعنا. عندي قفريط مرحي، عندي كاوكاو محمص ومرحي، عندي بيمو مرحي، وعندي اون بون كونتيتي تاع حلوة الترك، وعندي مغرف كبيرة تاع لا مارغرين، عندي لا كونفيتور تاع المشماش، وعندي لا صوص طوفيا كراميل اللي نلمو بها لا فارس تاعنا. هاد لا صوص طوفيا بصراحة أول مرة نجرب هاد لا مارك، ما نخدم غير بنيسلي كراميل، والصراحة عجبتني، والسعر تاعها جد مناسب، دير 23,000 والقود تاعها ولا أروع. وللديكور نستعمل هذا شوكو دادا شوكو نوار باش نزين بها الجاتو تاعي. الطريقة اللي نخدم بها الحشو تاعي، نخلط كامل هذاك البيمو والقفريط والكاوكاو وكاع، ومع هذيك المغرفة الكبيرة تاع لا مارغرين نفرغ عليهم لاصوص طوفيا. المغرف تاع لا مارغرين وعلاه نديروها باش الحشو هذاك يبقى لنا طري المدة طويلة، يعني مام يطول الجاتو تاعكم ما يبسلكمش، فوالا ما تجيكمش لا فارس هذيك ما تجيكمش يابسة. هنا نجمع هكذا لا فارس تاعي كيما راكم تشوفوا. انا نخدم بيدي باش نحس بلا فارس هذيك الى مليحه ولا مازال نزيد لها. هنا زدت لها لا كونفيتور دابريكو، صدقوني عطت لها ذوق ولا اروع. خرج مزيج بين الحلاوة تاع الكراميل والقروصية تاع لا كونفيتور. وهذا هو القوام اللي لازم تحصلوا عليه في لا فارس ديالكم. ما ديروهش جاري بزاف باسكو يخرج لكم لي كوتي تاع لي سيغار، وما ديروهش يابس باسكو رايحين نعمروه في لابوش. كيما راكم تشوفوا انا درتو في هذه لابوش جيتابل. دوكا نجي باش نعمر لي سيغار تاعي. ندير من الكوتي ومن بعد نزيد ندير من الكوتي الاخر. فوالا،
الا حسيتوا بلي لافارس تاعكم ما مشاتلكمش لداخل، اخبطوا السيجار تاعكم بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوها، باش تهبط لكم لافارس ويتعمر لكم، باسكو البنه تاع هذا الكاطو كاع في لافارس هذيك. فوالا نعمروهم كامل. انا هنا كنت عمرتهم كيما قلت لكم، خرجت لي 40 حبه تاع السيجار. دوكا دوكا نجوزو للطريقه كيفاش نديكوريوهم. انا هنا كنت ذوبت كميه تاع شوكولا اللي وريتها لكم، شوكولاته شوكولا نوار، وزدت لها 2 مغارف تاع الزيت، خلطتهم مليح مليح. دوكا نجيب السيجار تاعي بالطريقه اللي راكم تشوفوها، ندير شويه بركه كشوكولا ملي كوتي، تقدروا تقلاسيوه كامل بصح يجيكم بزاف حلو. يعني بهذه الطريقه الحلاوه تكون مليحه والديكور سامبل وشباب. فوالا. وهذا الشوكولا اللي درناها ملي كوتي هي اللي رايحه تشد لافارس باش ما تخرج لكمش على برا. تقدروا ديروا هنايا شوكولا بلون، وتقدروا ديروا ثاني شوكولا ولي، كل وحده دير واش على حسب الذوق تاعها. كيما راكم تشوفوا بعد ما كملت كلاصيت الكاطو تاعي، دوكا درت شويه تاع شوكولا في هذا الاداه هذه. نتوما تقدروا ديروا في كاس ساشيه صغيره ولا، وديروا لو زيكزاك. هذا هو الديكور بزاف شباب، بزاف انيق وسهل، واي وحده تقدر ديرو. وكما قلت لكم الذوق رائع، صدقوني هذا السيجار ادمان ادمان، اللي تذوقوا ما رايحاش تنسى الذوق تاعو. وإن شاء الله تعجبكم الوصفة. وصلنا لنهاية الفيديو. نتمنى الوصفة تاع اليوم عجبتكم ونالت رضاكم. ما تنسوش ديروا لي جيم، كثروا لي جيم شوية، خلوا لي رايكم في التعليقات. اللي مازال ما اشتركتش في القناة دير ابوني. والى فيديو جديد نقول لكم سلام. السلام عليكم، مرحبا بكم. معكم إيلين من قناة تفت كويزين. إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم كامل بخير وبصحة جيدة يا رب. اليوم وصفتنا وصفة عجينة واحدة خرجنا منها 2 أنواع تاع جاتو بريستيج بدون حشو. درت لكم كعكعات كما راكم تشوفوا بالكلاصاج تاع الفيريرو، بزاف بنين بزاف هشيش ويذوب في الفم. ودرت لكم معاه ثاني تشارك كيف بدون حشو، جا هبال، جا يذوب في الفم. نحتاجو 250 غرام مارغرين، كاس سكر غلاس، كاس غربع مايزينا، 2 مغارف تاع الزيت، 3 مغارف تاع كاوكاو محمص ومرحي رقيق، 2 صفار تاع البيض مع بيضة كاملة، وحدة ساشي الخميرة، مغرف تاع لافاني، قرصة تاع الملح، وبيان سور الفارينة. نبداو بسم الله. درت لا مارغرين تاعي كيما راكم تشوفوا فيها راهي طريه، جبتها على البكري من الفريجيدير، ونغربل سكر غلاس، ندوزو هكذا في الصفايه باش يسهل علينا الخدمه كي نخلطوه مع لا مارغرين. فوالا. نزيد لافاني وقرصه تاع الملح، نخلط كامل المكونات هذوك اللي درناهم باليد كيما راكم تشوفوا حتى نتحصلوا على كريمه كيما هذه. نزيدوا الزيت ونخلطوا حتى تدخل هذيك الزيت في الكريمه تاعنا. ونزيدوا البيض كيف هنا نزيد نخلط. تقدروا تستعملوا الباتور باش تسهل عليكم الحاله. فوالا. نخلط هكذا بيدي حتى يتجانسوا المكونات، ونضيف الكاوكاو. الكاوكاو هذا ريحته بقشورو يجي بزاف بنين. نخلط حتى يدخلنا كامل مع المكونات الاولين، ونزيد المايزينا ولا نشاء الذرة، نغربلوها كيف وندخلوها مع الخليط تاعنا. خلطوهم مليح مليح.
ومن بعد نبداو نزيدو في الفارينه ديرو غير بشويه باش ما تجيكمش العجينه تاعكم يابسه. زدت معاها ساشي تاع لا لوفور شيميك، من الاحسن تغربلوها باسكو راهي تجي كيما راكم تشوفوا تجي حبيبات. فوالا. ون ونلم الفارينه ونلم العجينه تاعي بالفارينه حتى نتحصلوا على العجينه تكون طريه وما تلصقش في اليد، تكون بهذا القوام. فوالا. دوكا انايا كيما قلت لكم خرجت منها زوج نواع، صافي نقسم العجينه تاعي الى قسمين، نغطيهم بالسيلوفان ونبدا نخدم الكاطو تاعي. هاد العجينه بزاف زاكيه، خرجت لي 25 حبه لكل نوع، يعني كلش خرجت لي 50 حبه. فوالا. دوكا نبدا النوع الاول، نبدا بالتشارك، نشكل حربوش كيما راكم تشوفوا، وكي نبدا نفتح فيه نفتح في الاطراف ونخلي هذاك الوسط نخليه خشين، ونسقم هكذا، نسقم الحبه تاعي. وهاي لك التشاركه تاعي راهي واجده. نكمل معاكم حبه باش تشوفوا. فوالا. ونوري لكم النوع الثاني اللي قلت لكم كعكعات. انا استعملت هذا تاع السيليكون، انتم تقدروا تستعملوا هذوك تاع اللي نخدموا بهم القطايف، ولا تخدموها بيدكم. نحكي بشويه عجينه ونشكلها في المول تاعي بلا ما نغطيها هذيك ثقبه اللي يجي في الوسط، نضغطوا عليها مليح مليح حتى تاخذ باش تاخذ الشكل هذاك تاع المول. وندخلهم للفوق باش يطيبوا. هنا بعد ما طبت لي القاطو تاعي كيما راكم تشوفوا، حمرتهم شويه هكذا من الفوق. دوكا ندوزو باش خرجت لي كيما قلت لكم 25 كعكعه و25 شارك. دوكا نجوزو باش نزينو ولا باش نديرو الديكور تاع القاطو تاعنا. هنا نبداو بالنوع الاول اللي قلنا تشارك. ذوبت شوكولا هذه تاع الوجدان في لو بان ماري، زدت لها زوج مغارف تاع الزيت، خلطهم مليح مليح. وكان نشد نحكم الحبه تاعي تاع التشارك ونقلاصي النص تاعها بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. نخبطوها هكذا شويه باش تهبط لنا شوكولا هذيك اللي تجي زائده هذيك. وكنت فرشت هنا بابي كويسون ونحط الكاطو تاعي باش ينشف لي. هاد الشوكولا جات بزاف هايله بالذوق تاع لينوازات. اللي مازال ما جربتش هذا لوغو ننصحك تجربيه، بزاف هايله. من بعد دوكا نكملوا نرمدوا هذيك، نكملوا الديكور تاع الشارك تاعنا، الجهه اللي خليناها هكذاك نمسحوها بلا كونفيتور كيما راكم تشوفوا. نمسحوها مليح مليح باش تغطى لنا كامل بالكاوكاو كي نرمدوها. فوالا. وعندي هنايا كاوكاو محمص ومرحي بقشورو، يجي بزاف بنين في الديكور، بزاف بنين وبزاف شباب. شوفوا كيفاش راه يبان. نغطي كامل هذاك الجزء اللي مسحناه بلا كونفيتور، نغطيه مليح مليح. وهنا ما ترمدوش الحبه تاعكم كومبلي في الكاوكاو باش ما توسخ لكمش هذيك الشوكولا، تجيكم الحبه متحوفه بيان فيني. هنا بعد ما كملت الشارك تاعي نروح نكمل النوع الثاني اللي قلنا كعكعات. ذوبت شوكولا بلون في لو بان ماري، نزيد عليها زوج مغارف حتى 3 مغارف تاع الكاوكاو يكون محمص ومرحي. نخلط مليح كيما راكم تشوفوا. هنا نزيدو الكاوكاو حتى نتحصلوا على شوكولا تكون عاقده شويه. دوك تشوفوا لا تيكستور تاعها كيفاش لازم تجيكم باش ما تهبط لكمش، باش تحكم لكم في الحبه. فوالا كيما راكم تشوفوا هذا هو القوام تاعها. نحكم الحبه تاعي تاع الكعكه ونقلاصيها بهذه الطريقه. نخبطها هكذا شويه باش تتنحى هذيك الشوكولاته الزائده، يعني تهبط لنا من تحت. فوالا. هذا الكلاصاج جا بزاف شباب. ونحطها فوق البابي كويسون باش تنشف لي. والديكور استعملت انايا الورد هذا الجاف مع البيستاش، حبات تاع بيستاش. حكمت نص حبه تاع بيستاش حطيته هكذا من الفوق،
ورميت شويه هكذا من الفوق تاع هذاك الورد اللي يجي مجفف، وكملتهم وخليتهم باش ينشفوا. وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى الوصفة تاع اليوم عجبتكم ونالت رضاكم. كما راكم تشوفوا بعجينة اقتصادية خرجنا زوج نواع بريستيج الله الله يحمروا الوجه. هنا قسمت لكم حبة تاع الكعكة باش تشوفوها كيفاش جات بزاف هشيشة وتذوب في الفم. ان شاء الله تجربوا الوصفة هذه. وهذا تشارك جا واش نحكي لكم، جا بزاف بنين. نتمنى تجربوا الوصفه هذه وتخلوا لي رايكم في التعليقات. لي اول مره تشوف الفيديو تخلي لي جيم وتعليق ودير ابوني. ما بقى لي غير نقول لكم صحه فطوركم، سلام. السلام عليكم، مرحبا بكم، معكم إيلين من قناة تفت كويزين. إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم كامل بخير وبصحة جيدة يا رب. اليوم نكمل في سلسلة حلويات العيد. جيتكم بعجينة سحرية، عجينة تخرج عجينة واحدة تخرج لكم 5 أنواع تاع الجاتو، وكل نوع بذوق مخالف. درت لكم بذوق الليمون، بذوق الجلجلان، الكاوكاو والفراولة والكراميل. بلا ما نطول عليكم، نبدأ في المقادير وطريقة التحضير. المقادير: نحتاج 250 غرام مارغرين، كاس سكر، كاس مايزينا، زوج صفار مع حبة بيض كومبلي، واحدة خميرة، مغرفة صغيرة تاع لافاني، ونص كاس تاع الزيت. انا كنت درتها في الكونجيلاتور باش كي نخدم بها ما تلقليش العجينة الزيت تاعها. وبيان سور عندنا الفارينة. دوكا ندوزو لطريقة التحضير. قطعت لا مارغرين تاعي في غيسيبيون يكون واسع، زدتلو مغرفة تاع لافاني مع قرصة تاع الملح، ونزيد كاس تاع السكر نغربلوه بيان سور، ونزيد البيض. في هذه الوصفة نخلط كلش على خطرة، و تقدروا تستعملوا الباتور باش تسهل عليكم العملية. هنا زدت كاس تاع لا مايزينا كيف نغربلوه ونخلط باليد، ولا كما قلت لكم تقدروا تستعملوا الباتور. هذه العجينه سهله وتتلم لكم بالخف. بعد ما خلطتها مليح كما راكم تشوفوا بهذا حتى تولينا بهذا القوام. دوكا نزيدو كاس تاع الفارينه وساشي تاع لا لوفور شيميك. وهنا نكونوا درنا لا باز تاع الكاطو تاعنا، يعني هذه هي لا باز اللي نبداو بها. ومن بعد نقسموها الى اذواق على حسب الرغبه تاعكم، على حسب لي موديل اللي راكم حابين تخدموهم. فوالا هايلك. بعد هذا هو الخليط. بعد ما زدت له كاس تاع الفارينه وساشي تاع لا ليفور، دوكا نجو باش نقسموه. وهذا الخليط انا خرج لي 5 انواع تاع الجاتو. نتوما تقدروا تخدموا به نوع واحد ولا زوج، ولا تزيدوا تقدروا تخدموا به حتى 6 ولا 7 تاع الحلويات على حسب الابداع تاعكم. دوكا نجيب دي بول هكذا ونقسم الخليط تاعي الى 5 اجزاء يكونوا متساويين، ولا على حسب نتوما واش راكم الموديل اللي راكم حابين تخرجوا منه كمية كبيرة. هنا كنت قسمت الخليط تاعي الى 5 اجزاء، وكان نبدا نزيد له في الاضافات باش نتحصلوا على كل نوع بالذوق تاعو. النوع الاول زدت له مغرفه تاع الفلون بذوق لي فريز مع لا باتاغون تاع لي فريز.
النوع الثاني زدتلو مغرفة تاع جلجلان محمصة ومرحية. ونزيدلو ثاني مغرفة تاع الكاكاو، يعني نتحصلوا على جلجلانية بذوق الشوكولا. والنوع الثالث زدتلو مغرف، حتى زوج مغارف تاع الكاوكاو، يكون محمص ومرحي رقيق. النوع الرابع زدتلو مغرف كبيرة تاع عصير الليمون مع شوية تاع ليكستري شوية تاع لاباتاغون تاع القارص وقشور تاع القارص. والنوع الأخير ولا النوع الخامس زدتلو شوية تاع لاباتاغون تاع الكراميل. فوالا هنا دوكا كملت درت لهم كامل الاذواق اللي راني حابه نتحصل عليهم. دوكا نبدا كل نوع نزيد له الكميه اللازمه تاع الفارينه. نبداو بالنوع الاول تاع بذوق الليمون. نفرغ الخليط هذاك في الغيسيبيون تاعنا ونخلط حتى ندخل هذيك لاباتاغون مع الجو هذاك تاع القارص. ندخلو مليح مليح، يعني نخلطو مليح بيدي بهذا الشكل، ونزيدلو الفرينة حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية وما تلصقش في اليدين. فوالا هذه هي العجينة اللي تحصلت عليها. دوكا نغطيها ببابي اليمونتير بسيلوفان ونخلوها ترتاح، ومن بعد نبدا نخدم بها. النوع الاول كما قلت لكم بذوق الليمون، شكلته هكذا كويرات يكونوا صغار. نديرهم في لو بلون دوف، في بياض البيض. فوالا كما راكم تشوفوا الكويرات هذوك ما نديروهمش كبار بزاف وما نديروهمش صغار، يعني واحد من 25 حتى 30 غرام، نتوما واش راكم حابين. درتهم في لو بلون دوف. دوكا نرمدهم في لانوا د كوكو. هذا النوع يجي بزاف بزاف بنين بالذوق تاع الليمون، يجي منعش هايل. ان شاء الله تجربوا الوصفة هذه و... وان شاء الله تعجبكم. كي نرمدهم هكذا في لانوا د كوكو، نرفد الحبة تاعي تاع الجاتو ونديرها مباشرة في ليكيسات. يعني هذا النوع نطيبه في ليكيسات باش ما يتخسلوش الشكل تاعو. نكمل الكمية تاعي بنفس الطريقة، نجوزهم في لو بلون دوف، من بعد نرمدهم في لانوا د كوكو ونديرهم في ليكيسات. وهنا التزيين تاعهم تقدروا تخلوهم كما راهم يجوا بزاف شابين، ولا انايا كانت عندي كميه تاع اللوز كما راكم تشوفوا. دوكا نديرو من الفوق، تقدروا ديروا حبه تاع الكاوكاو، ولا تقدروا كما قلت لكم تقدروا تخلوه كما راه، يعني يجي شباب باسكو يتشقق لكم هذا الكاطو. وندخلوه للفوق يطيب، يطيب من التحت وينشف، غير ينشف من الفوق خرجوه. يعني هذا النوع ما نطيبوهش من الفوق، يعني ما نحمروهش من الفوق، لازم يجي بيض. فوالا دوكا نجوزو للنوع الثاني تاع الجاتو تاعنا اللي قلنا بذوق الفراولة، الفلون تاع لي فريز. نفس الشيء فرغت الخليط تاعي في لو ريسيبيون. نخلط مليح حتى يذوب لنا هذاك الفلون مع الخليط تاعنا. نخلطو مليح مليح
لازم هذوك الحبيبات تاع الفلون يذوبوا كامل حتى تولينا الكريمه كيما هكذا. ونبدا نزيدو في الفارينه. كي تزيدو في الفارينه نزيدو غير بشويه باش ما ينشف لكمش الكاطو وتجيكم الحبه تاعكم شابه وتشقق لكم. نتحصلوا على عجينه كيما هذه، نغطوها بالسيلوفان ونخلوها ترتاح باش نبداو نخدموا بها. انا هذا النوع درتو صبيعات رمتهم في السكر غلاس، جاو مشقين، جاو بزاف شابين، والذوق ولا اروع، ذوق الليمون، وجات طريه بزاف كما راكم تشوفون. شكل صبيعات هكذا ولا حريبشات يكونوا صغار، ونرمدهم مليح مليح في السكر غلاس ونحطهم باش يطيبوا. النوع الثالث اللي قلنا جلجلانيه بالشوكولا، نحتاجو هنايا جلجلان باش نرمدوها فيه. نشكل كويره على حسب الحجم اللي راكم حابين ولا على حسب المول تاعكم شحال يرفد. انا هذا المول جاني شويه كبير، ما بون معليش. المهم الشكل تاعو جا بزاف شباب وراقي، والذوق ولا اروع. نحكم الكريه هذيك ونديرها في لو مول هذا تاع السيليكون، ونعبز عليها مليح مليح باش تاخذ الشكل هذاك تاع المول. فوالا. ونكمل كامل الكريات تاعي كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. برك لازم تعبزوا عليهم مليح مليح. هنا كانت بقات لي شويه عجينه، وحبيت نقول لكم بلي ما عندهاش المول كيما هذا، تقدر تشكلوا غير بيدها. دير كويره هكذا وتعبز عليها هكذا بصبعها في الوسط، تحصل على شكل مليح. هنا النوع الرابع، فتحت العجينه تاعي هكذا بسمك يكون شويه خشين، هذا النوع اللي درناه بالكاوكاو. ونجيب المول هذا تاع الهليلات ولا اي مول حبيتوا تحصلوا عليه، ونبدا نقطع. هذا هو السمك اللي لازم نتحصلوا عليه. وهنا النوع الخامس ولا النوع الاخير اللي درتو صابلي بذوق الكراميل. جبت مول كيما هذا على شكل ورده، وقطعت لي صابلي تاعي. فوالا. كي نكملو نديرهم في سنيوه، يعني كل نوع نديرو في سنيوه وندخلو للفوق باش يطيب. انا الهليلات مع لي صابلي هذو طيبتهم في سنيوه واحده باسكو ياخذوا وقت واحد في الطياب. بعد ما طاب لي صابلي كما راكم تشوفون جو التزيين تاعو، حكمت شويه سكر كلاص درتو في الصفايه ورشيت عليه هكذا من الفوق، يعطي شكل شباب يعني ما يشدش الوقت كي تخدموه. وباش نلصق لي صابلي تاعي درت لا كونفيتور، زدت لها الباتاغون تاع الكراميل. وهنا نزين الهليلات تاعي بنفس الطريقه تاع لي صابلي، يعني نحكم حبه تاع الجاتو هذا، نمسحهم مليح مليح بالمعجون بلا كونفيتور، ونغلق بهذه الطريقه. فوالا. ونمسح كامل الحبات تاعي هكذا بلا كونفيتور بهذه الطريقه، نمسحها مليح مليح باش تغطى كامل بالكاوكاو. هنا تقدروا ديروا القفريط مرحي ثاني يجي مليح، ونرمدها في الكاوكاو. انا هنا الكاوكاو كنت حمصته ورحيته بقشوره، يعني ما نحيتلوش القشور، يعطيو ذوق رائع، يعني ذوق مخالف كي يكون كاوكاو مقشر. نرمدها مليح مليح حتى نغطي كامل الحبه تاعي بهذه الطريقه، والكاطو تاعنا راه واجد. هنا دوكا نكملوا الجلجلانيه تاع الكاكاو. فينالمون هذه هي الاخرى.
كنت ذوبت شويه شوكولا في الميكرووند، زدت لها شويه تاع الحليب باش تطرى لنا. نعمر هذوك لي فيد اللي في الوسط، نعمرهم بشويه تاع الشوكولا بهذه الطريقه. يعني ديكورات سهله بسيطه، والشكل تاعهم رائع والمذاق ولا اروع. ان شاء الله تجربوها، وان شاء الله يعني الوصفه هذه تنال رضاكم. اللي مازال ما درتش الكاطو ننصحك بهذه العجينه، بعجينه وحده تحصلي على 5 انواع، تزيني الطبله تاعك. الله الله، هذه هي الحبه الصغيره اللي قلت لكم تشكلوها باليد، جات رائعه. فوالا، وصلنا لنهاية الفيديو. وصلنا نتمنى لنهاية الوصفة تاع الفيديو. اليوم هذه هي عجبتكم التشكيلة ونالت تاعي رضاكم. تاع إلا الحلويات اللي عجبتكم خدمتها متبخلونيش بعجينة واحدة. بلايك وكومنتيرات شابة كيما الذوق نتوما. تاعها رائع. ما جات بقى لي غير كامل هذا نقولكم تهلاو الأنواع بزاف جاو بزاف في يذوبوا في الفم. رواحكم، وصحة ما بقى فطوركم. لي غير نقول لكم سلام. صحة فطوركم. سلام. السلام عليكم، مرحبا بكم. معكم إيلين من قناة تفت كويزين. إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم كامل بخير وفي صحة جيدة يا رب. وصفتنا اليوم هي صابلي بريستيج بالشوكولا، يجي محشي بكريمة الفلون اللي مدة صلاحية تاعها تطول، يعني ما فيهاش الحليب ولا كاش حاجة تفسد. لما نطول عليكم نبداو في المقادير. المقادير نحتاجو 125 غرام تاع مارغرين، مغروفة تاع شوكولا تاعتيني، حبة بيض كاملة مع صفار، آه، نص كاس تاع سكر غلاس، 3 مغارف تاع حلوة الترك، مغرف تاع فلون شوكولا، ومغرف تاع الكاكاو، قرصة تاع الملح، وهذا المول الدائري اللي نطبع به، وعندي نص باكي خميرة لا لوفور شيميك، وبيان سور عندنا الفارينة. نبداو دوكا في طريقة التحضير. درت لا مارغرين تاعي في ريسيبيون، نزيد سكر غلاس نغربلوه. المقادير اللي عطيتها لكم تاع 125 غرام تاع المارغرين خرجت لي 32 حبة. اللي حبت كثر تضاعف المقادير، يعني دير 250 مارغرين وتضاعف كلش. فوالا، يعني العجينة هذه زاكية الله يبارك، تخرج كمية لاباس بها. نخدم مليح السكر مع المارغرين حتى نتحصلوا على عجينة تكون كريمية. بعد نبدا نزيد البيض بالحبة ونخلط حتى يتجانسوا المكونات. هنا نزيد مغرف تاع الكاكاو، نجوزو هكذا في الصفاية، ونزيدو مغرف تاع فلون بذوق الشوكولا، ومغرف تاع شوكولا تارتيني، وقرصة تاع الملح، ونزيدو حلوة الترك اللي كنت فتتها قبل ما نرميها، فتتها مليح بيدي باش تذوب لنا مع الخليط. ونخلط المكونات حتى يتجانسوا ونتحصلوا على قوام يكون كريمي. هنا حلوة الترك تقدروا تعوضوها بأي نوع من المكسرات، كاوكاو ولا واش حبيتوا، ولا حتى بلا نوى كوكو. هنا درت كمية تاع الفارينة ونص ساشي تاع الخميرة. انا الخميرة ديما نحطها مع الفارينة باش تتخلط لي مليح. دوكا نبدا نجمع العجينة تاعي غير بصبعتين وما نعجنوهاش، خدموا كيما راكم تشوفوا في لا فيديو. فوالا، نزيد الفارينة غير بشوية باش ما تجيناش يابسة، حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية وما تلصقش في اليدين كيما راكم تشوفوا. نجيب ساشي ولا سيلوفان نغطيها، ما تخلوهاش يضربها الهواء وتيبس لكم، ونخلوها ترتاح. من بعد نبدا نخدم بها. بعد ما ارتاحت العجينة واحد 5 دقائق برك، يعني ماشي بزاف، جبت بابي كويسون باش نفتح العجينة تاعي بالطريقة اللي عودتكم بها كيما راكم تشوفوا. دوكا نفتحها بالحلال
السمك تاعها ما يكونش رقيق وما يكونش خشين، يكون ابيبري واحد مليمتر. وقطعت الصابلي تاعي بهذا المول الدائري كما راكم تشوفوا. دوكا ندخلو للفور باش يطيب لي. ما تحمروش هذا من الفوق، غير ينشف لكم صابلي، نحوه باش ما يجيكمش يابس. بعد ما طاب لي صابلي تاعي كما راكم تشوفوا، دوكا نروحو نحضروا الكريمه اللي نحشو بها الصابلي بريستيج تاعنا. المقادير تاع الكريمه: عندنا كيلة تاع لا بودر شونتيي، كيلو باي حاجه، اي كيلات تحبوها على حساب لا كونتيتي تاع لي صابلي تاعكم. وعندنا 4 كيلة تاع الفلون بذوق الشوكولا، وعندي نص كيلة تاع الماء يكون بارد مليح، نكونو خرجناه من الفريجيدير. دوكا نبدا نطلع الكريمه تاعي. هنا كنت بدلت البول الاول، ما ساعدنيش في الخدمه. دوكا تبقاو تخلطوا كيما نطلعوا لا كريم شونتيي، تلاحظوا اللون تاعها يتبدل وتطلع لكم الكريمه. راهي دوكا راهي واجده. هنا كنت دايره الكريمه في لابوش كما راكم تشوفوا. دوكا نجيب باش نحشي لي صابلي تاعنا بهذه الطريقه. ندير اون بون كونتيتي تاع الكريمه، ونغلقوا لي صابلي تاعنا بالطريقه اللي تعرفوها كامل. نضغطوا غير بشويه باش تخرج هذيك الكميه الزائده تاع الكريمه، ونحطوهم وندخلوهم. يعني غير كي تخدموا بتيت كونتيتي، كميه صغيره، حطوها في الفريجيدير باش ما تذوب لكمش الكريمه هذه. دوكا نكملوا نحشو كامل لي صابلي تاعنا، ومن بعد نروحوا باش نديروا الكلاصاج لي صابلي بريستيج. فوالا. هنا كنت ذوبت شوكولا في بان ماري، وزدت لها نص مغرف كبيرة تاع الزيت باش تعطينا اللمعان. وباش نكون صريحة معكم، هذا الخطرة الشيكولا هذه اللي خدمت بها ما عجبتنيش، اي بورتون موالفة نخدم بها. هذا المرة ما على باليش وعلاه ما بغاتش تذوب. هذوك الحبات اللي راكم تشوفوها هكذا من الفوق شغل ما حبوش يذوبوا، ما فهمتش وعلاه. اي بورتون موالفة نخدم بهذا الشوكولا، مي بون يعني جات مليحة. ليسونسيال في لوغو جات ولا اروع. ان شاء الله تجربوا الوصفة هذه وتخلوا لي رايكم في التعليقات. وماذا بيكم توصلوا الفيديو هذا الى اكبر عدد من اللايكات، وتبارطاجيو الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي باش تكبر العائلة تاعنا. فوالا، نكمل نكلاسي كامل لي صابلي بريستيج، ومن بعد نروحوا باش نشوفوا طريقة التزيين تاعهم. الديكور اللي دار حالة في اليوتيوب، دوك تشوفوه. هذا هو اللومو اللي رايحة نخدم به، نديكوري به الكاطو تاعي. كامل شفتوه وكامل تعرفوه، دار حالة في اليوتيوب وكامل مواقع التواصل الاجتماعي. انا المول هذا شريته 18,000، ويدير وفيه 34 حبة. برك النصيحة اللي نعطيها لكم كي تشروه، ما تمسوش الكتيبة هذيك بيديكم، باسكو رايحة تتفاصى، رايحة تروح الكتيبة هذيك. ودوكا نجيب شوكولا تاعي نذوبها في لو باماري ولا في الميكرووند، ونجي نعمر المول، نحطه في الفريجيدار 1 دقيقة حتى 2 دقائق. الشوكولا هذيك تحكم روحها وتكون واجدة باش نديكوري بها الجاتو تاعي. هنا بعد ما حكمت روحها الشوكولا، نجي نحيها بهذه الطريقة، يعني طريقة سهلة، غير نمسو هذيك الحبة ونحركو شوية هذاك البلاستيك تتنحى وحدها. وبزاف كنتو تسقسوا اسكو نعاودو نستعملوا هذا المول ولا خلاص. انا نقول لكم للاسف رايحه نستعملوه خطره واحده برك، يعني ما نقدروش نعاودو نخدموا به، باسكو الكتيبه هذيك تروح تتنحى.
فوالا دوكا نجي باش نديكوري لي صابلي اللي كنت كلاصيتهم. لازم قبل ما تنشف هذيك الشوكولا نحطوا الحبه هذيك تاع الديكور من الفوق، نضغطوا عليها غير بشويه هكذا وتلصق ثمثم. نكمل الكاطو تاعي نديكوريه، نديكوريه بهذه الطريقه. ودوكا بعد ما كملته كامل درتو في لي كيسات. دوكا واش ما بقى لي غير نقول لكم وصلنا لنهاية الفيديو. نتمنى الوصفة تاع اليوم عجبتكم، ونتمنى تجربوها وتخلوا لي رايكم في التعليقات. واللي مازال ما اشتركش في القناة يدير ابوني. سلام.